خالد، اولا نيابه عن عيالي العائله كلهم، من حمد ابو المعرس الين عمه علي سعيد، جزاهم الله خير ونورتوا وشرفتوا جميعا بدون ذكر اسماء اهل المجلس واهل السبله واهل كل مكان. واحنا كلامك لا غبار عليه، لكن احنا في ظل تواجدك انت وتواجد شخصيه مثل ناصر يوسف وفي ظل تواجد شخصيه مثل راشد السديري، الطرب بخير وعافيه في ظل تواجد الداعمين. ولكل دوله رجال. زمان الناس اللي من زمان ينقدوا زمنهم ويتذكروا زمن غيرهم، وهذا ديدن الحياه. اليوم احنا الناس يقولوا هين الزمان اللوي وهكذا، لكننا بشرع الطرب باقي، الطرب خير وقايمين عليه. انتم في المجلس الادبي للشعر والموروث الشعبي قايمين عليه. اخوانكم الثانيين في سبله القصائد ولا غيرها من المجموعات ايضا قايمين على الطرب. والطرب الحين زهوته والحين في عزه، الحين عزه الطرب. وما حد يختلف ان في شواذ احيانا تظهر من باب الغيره، من باب الحسد، من باب، ولكن الطرب تاكد ان لا زال في عزه، وهذه ذروته الحين في ظل تواجدكم انتم اللي احنا نشوف عليه. هذه النخبه اللي موجوده الحين من الشعراء من الباطنه ومن صور ومن يعالين ومن شرق وغرب، هذه ما تدل على شيء، تدل ان الطرب حي وباقي. ومثل ما قلت انت ما جايين يوعانين، جايين شغالين للطرب. وجزاك الله خير على كلامك. جزاك الله خير. شوف اقول لك حاجه، اني انا عاصرت جيل الحمد لله رب العالمين، عاصرت الجيل اللي يتكلمون هم عنا القديمين والشعراء القدامى والصفوف القديمه، ولكن ما وجدت صف يفوق ال80 ويفوق ال60 ويفوق ال40، يطلعوا من البيت من الولايه ومن القريه 10 15 20 ويدعون صف وصفين، صف البلاد وصف البلاد. وهذيك السالفه فيها فوات في الشعر وفي ايقاع وفي زفين وفي اشياء. الان احنا لما بناخذ بنقول الزفين، اول قسامهم كلهم صحيحه. الواحد يوم يقحم كأنه غزال، يفز كأنه ظبي. اليوم الناس عندي ضغط وعندي سكر وكسترول وعندي وزن وعندي حلق وعندي امراض مختلفه، صح ولا لا؟ كثر لك الحيوان. لا بس هي الاقسام اللي تغيرت الاحوال، صح ولا لا؟ يا الله يوم يقحم الصف شيء من الكلام لو تراه منمق، يقحمون الصف قالوا يمكن واحد من مليون، يمكن واحد من مليون قحم الصف، يمكن ما اقول لك ما لكن انا ما شفت واحد قحم الصف. لكن ما اقدر انفي ان ما حد يقحم الصف في الزفين، ان يقحمر يبيعه ويقحم الصف ويجيب الصف، يمكن موجود، يمكن موجود، ما اقول لك لا، لكن اثنين ثلاثه هل كلهم يقحمون الصف كان الزفين الاولين؟ احنا نبغى نظرتك العامه للطرب تكون نظره تفاؤل انها الطرب لا زال موجود في عزه. تراجع كلامي وشوف راح نركب عليه. انا بلحظه احب اطمن ابو خالد ايضا ان الطرب بخير والرسحه بالذات، الرسحه بخير. ابو خالد احنا لما نسوي تجمعات سواء كانت تجمعات على مستوى محلي او مستوى عام لجميع المناطق، ما شاء الله نرى هذا التجمع ياتون من كل حد وصوب. هذا واحد. ثانيا في كل تجمع عندنا ما يقل عن 12 الى 15 شاعر يتنافسون. ليه؟ كثرة الشعراء دليل على ان حب الطرب وحب الرسحه وانها تاثرت عندهم. مساله الماضي صحيح هذه مساله شائكه ويجب علينا ان نحن ما نذكرها ابدا، ولكن نستفيد من الشعراء اللي تكلموا قبلنا ونراجع اشعارهم ونتكلم بمفرداتهم. ايضا كان لهم مفردات جميله جدا، كانت لهم مفردات تصلح لكل الازمنه، وكثير من شعرائنا اللي موجودين معنا يستخدموا هذه المفردات. أنا أيد شاعرنا الكبير ومسلم ما شاء الله عليه، ومسلم من الشعراء اللي يستخدم مفردات رائعة وجميلة وتذكرنا أحيانا مش مشابهة أو نفس الكلمات، لا هي كمفردة مشابهة وتذكرنا بشعراء الماضي اللي احنا قريناه أصلا واللي سمعناه من هنا واللي شفناه. نطمن الجميع إن الرسح بخير والفن بخير وكل الناس بخير وكلهم جميلين والحمد لله. زادوا معنا أهل الزانة، زادوا معنا المعربين، زادوا معنا الشعراء، زادوا معنا أهل الصف، وما شاء الله لما نروح أي مكان أنت تنبي واحد يجوا معه 10، صح جماعة مسعود؟ جمع مسعود من الشعراء الشباب يعني ايضا المتحمل. انا ما اقدر اذكر كل حد لكن اخذ نماذج يعني
من الشعراء المتحمسين، ولما نعزمه ونقول له تعال وعندنا كلمه اي واحد يجي مع 3 4 منهم لا محبين الرسم. نشكر ابو خالد رئيسنا ورئيس المجلس. المجلس هذه صراحه يعني غوى وثاق الطرب وثاق الرسم. مثل هذه التجمعات، رغم ان هذا التجمع مش تجمع للمجلس او تجمع، هذا تجمع عرس، لكن ببساله علي زعل ما شاء الله عليه ابو سعيد لما قال اني بعزم المجلس وشباب المجلس وبعزم غيرهم، فاصبح هذه التجمع هذا يمثل الطرب ويمثل الرسم. وشكرا جزيلا ونشكركم ونبح لجميع الشعراء. والله احيانا الواحد يغفل عن الدعوه، مثلا تجمع ما يغفل انه يدعي او يقول او غيره او فلان من الشعراء ما توصله، نريده يكون موجود ونأيد في هذا الشيء. اخونا سالم الشاعر سالم الحجري، سالم يوصل يعني لو عرف ان الشباب اللي رايحين صلاله ما قالوا له بيركب طيارته ولا سيارته الى صلاله، وهذا دافع كبير للباقي الشباب. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يديم محبة. امين امين امين. شكرا.